اهلا بيكم حلقه جديده من الفانتسي. هنتكلم عن الديدلاينز لان الديدلاينز الاسابيع اللي جايه هتبقى ورا بعض ومتشقلبه، وهنتكلم كمان عن نتيجه الاسبوع اللي فات، وكمان عشان خاطر احنا صورنا الاسبوع اللي فات قبل ما نتيجه الاسبوع اللي قبليه جيم ويك 31، فاقول لكم كمان عملت ايه في جيم ويك 31. وهنتكلم عن بلايرز تو واتش او لعيبه نتفرج عليها او لعيبه نحاول ندخلها في فرقتنا، وكمان نشوف اختيارات الكابتن ومين الفرق اللي عندها جود ران ومين الفرق اللي عندها لعيبه نبدا نفكر فيها كويسه. يلا مش هطول عليكم ونخش في الحلقه على طول، حلقه جديده من الفانتسي. وهنبدا كعادتنا بالديدلاين، والديدلاين هيكون يوم السبت 4/7 الساعه 12:30 الظهر، فنخلي بالنا ان الديدلاين هيكون بدري، فنحاول نحضر فرقنا باسرع وقت ممكن. كمان في الاسابيع اللي جايه الخمسه جيم ويكس اللي جايين هيتلعبوا في اسبوعين، فانت هتلاقي تتابع رهيب للجيم ويكس او للماتشات، فلازم تخلي بالك انك انت كل يومين او كل 3 ايام بالجيم ويك خلاص بيخلص ويخشوا في جيم ويك تاني، فخلي بالك من الديدلاين الفترة اللي جاية مهم جدا 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 جدا. ونروح لنتيجة الاسبوع اللي خلص او اللي هو لسه بيتلعب دلوقتي وهيخلص، اللي هو الاسبوع ال 32. انا في الجيم ويك 32 جبت 60 نقطة لحد الماتشات اللي اتلعبت، واحنا بنصور دلوقتي في شيفيلد بيلعبوا توتنهام ولسه مان سيتي هيلعبوا ليفربول، فانا لغاية دلوقتي جايب 60 وعندي لسه لعيبه هتلعب هقول لكم عليها دلوقتي. برضو حتى في الجيم ويك والحلقه اللي فاتت اللي احنا صورناها ما كناش لسه خلصنا الماتشات، فانا قفلت جيم ويك 31 على 81 نقطه، فالحمد لله الامور ماشيه. ولكن لسه هحكي لكم بقى على الخوازيق بتاعه الجيم ويك 32. لو رحنا بصينا للفرقه فهنلاقي نيك بوب زي ما هو في الجون، جاب 9 نقط، جاب بونص وكلين شيت وكمان عمل سيفز. لو كمان بقى ناخد بيرنلي على طول فنروح للباك ليفت، تايلر جاب 7، جاب بونص وكلين شيت. دوهرتي العظيم جاب 6 ومستمر زي ما هو. بالدك وترينت الكسندر ارنولد لسه هيلعبوا، فلسه مش ما لهمش سكور دلوقتي، فما اعرفش هيجيبوا قد ايه يعني، فربنا يكرم والاثنين يعملوا سكور كويس. نخش في نص الملعب، وهنلاقي عندي لسه كيفن دي بروين برضه ما لعبش، هيلعبوا ليفربول فلسه مستني اشوف السكور بتاعه. عندك تراوري ده اللي بعلامه استفهام بالنسبه لي دلوقتي، فلسه هنتكلم عليه قدام. فرنانديز النجم فرنانديز، اخيرا عملت الحركه اللي قلت لكم عليها ان انا جريليتش تقريبا هبيعه، ومعايا في البنك فلوس كنت سايبها عشان خاطر اجيب فرنانديز وقدرت اعملها فعلا. ففرنانديز جاب 15. ونروح بقى خط الهجوم يعني مش عارف اقول ايه على راشفورد الكابتن. انا وانا بختار الكابتن كنت قلت لكم عندي خيمينيز، عندي راشفورد، لو عرفت اجيب فرنانديز ممكن اختار فرنانديز. اوباميانج كان اوبشن حلو جدا، وانا بحب اوباميانج وبضعف قدامه عشان خاطر ارسنال، كنت بفكر جديا. وماتش نورويتش كان ماتش حلو جدا ان كابتنه، في الاخر رحت مع العقل وسبت الحته اللي جوه دي ورحت مع العقل واخترت راشفورد، وللاسف راشفورد اداني خازوق زي الفل، واوباميانج جايب 16، وعندي فرنانديز كمان اوبشنز جايب 15. ويمكن الاوبشن انا قلت عليه خيمينيز بلانك الاسبوع ده، ولكن برضو خيمينيز بيبقى اوبشن كويس، فانا مش هتكلم عن خيمينيز عشان هو حبيبي برضو، انما راشفورد يعني منك لله راشفورد. نكمل بقيه الفرقه ونخش على الدكه لانه مصاب طبعا، وديكم من الخوازيق اللي حصلت اللي انا بفكر بقى ان انا ازاي هتصرف فيه. فلينو جاب 0، كانتويل جاب 2، فليك وايجن من شيفيلد يونايتد لسه هيلعبوا، ولسه هنشوف برضو هيكونوا عملوا ايه. نخش على فرقه الاسبوع 33. وفرقه الاسبوع 30 زي ما انتم شايفين، انا عندي بس حاجه حابب اوضحها. انا كنت قلت قبل كده في الجيم ويك 32 ان انا هلعب البنش بوست في الجيم ويك 33 عشان خاطر معظم الماتشات هي كويسه، ولكن انا محتاج اتفرج على الماتشين اللي بيتلعبوا كمان، ومحتاج افكر زياده. انا بعيد التفكير في موضوع البنش بوست في الجيم ويك 33، وهقول لكم السبب ليه. البنش بوست هي عامله لي ازمه في حته ان انا عمال افكر في البنش وان انا هزود البنش ازاي واجيب لعيبه احسن او اجيب لعيبه كويسه، فعلى البنش تجيب لي سكور عشان لما اكتيفيت البنش بوست اقدر اطلع باحسن نتيجه ممكنه. ودي محرجماني في التفكير اللي قدام، ان انا لو اجلت البنش بوست برده لقدام فانا برده هفضل بفكر في الحته دي. فانا حاليا بفكر انا ممكن اخلص بقى من البنش بوست والعبها في الجيم ويك 33، وبالتالي بعد كده هيبقى عندي حريه ان انا اقدر اختار لعيبه بقى ايه، امشي لعيبه اللي عندي اللي هي نص واحد زي فليك مثلا ابيعه، وممكن اجيب حد ارخص منه بكتير من اللعيبه اللي ما بتلعبش خالص او اللي مشيت حتى من الدوري، وابجريد في الجيم ويك اللي بعديه بحد اعلى.
فدي فكره البنش بوست المسيطره عليا حاليا. فانا برضو مش هقدر اعملها لما اتفرج على الماتشين بتاع توتنهام وشيفيلد وبتاع مانشستر سيتي وليفربول، بس يعني دي حاجه انا بفكر جديا فيها. لو هنمشي بالبنش بوست زي ما انا بقول لكم وهتشوفوا الفرقه دلوقتي، فانا لينو طبعا هبيعه وبفكر اجيب ديخيا مكانه. مانشستر يونايتد عاملين استابيليتي دفاعيه في الثلاث ماتشات اللي لعبوها ما دخلش فيهم غير جون واحد وجات عليهم فرصه واحده هي الجون. فدفاعيا مانشستر يونايتد برضو فايق، فدي حاجه محفزاني ان انا اجيب ديخيا. كلين شيتس، ران سهله، فيكون ديخيا وبوب، وزي ما انتم شايفين بقيه الفرقه زي ما هي، لان انا ما عنديش غير فري ترانسفير واحد ومش حابب ان انا اعمل اي ماينس، لان النقطه بتيجي بصعوبه زي ما كان غزال بيقول على طول، النقطه بتيجي بصعوبه، فانا مش ناوي ان انا اعمل ماينس 4 واضيع نقط من عندي. ونروح للفرق بقى اللي عندها جود ران او عندها سلسله ماتشات كويسه. اول فرقه هنتكلم عنها هي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي خلصت خلاص الماتشات الصعبه بعد ماتش ليفربول وداخل على الماتشات السهله لغايه نهايه السيزون. ولو اخذنا الثلاث ماتشات اللي جايين هنلاقي ساوثهامبتون بره، نيوكاسل في مان سيتي، وبعد كده يروحوا لبرايتون بره، فالثلاث ماتشات في المتناول. بس مانشستر سيتي هنحط عينينا على اللعيبه، لان طبعا جوارديولا بيحب الروتيشن، وجوارديولا من اسبوع طلع قال ان بالنسبه له الدوري مش مهم، المهم بالنسبه له هو الشامبيونز ليج والكاس. فممكن يحصل روتيشن قوي جدا في الفرقه، فممكن نبدا نركز على اللعيبه اللي ما كانتش بتاخد فرصه اكبر. واحد زي فيل فودن بياخد الفرصه دلوقتي كويس جدا، وبدا كمان بيعمل بوينتس وبيجيب بوينتس كويسه، فممكن يكون واخد فرصته في الدوري ومش هياخد فرصته في البطولتين التانيين اللي هو جوارديولا هيرمي بتقل الفرقه كلها. فعندنا اوبشن زي فيل فودن هيكون كويس الفتره الجايه. ونروح لمانشستر يونايتد اللي بقى لنا 3 اسابيع بنتكلم عنهم وهنفضل نتكلم عنهم لغايه نهايه السيزون. مانشستر يونايتد اللي عندهم اسهل رن، عندهم 3 ماتشات اللي جايين هيلعبوا بورنموث في يونايتد، وبعد كده يطلعوا لاستون فيلا بره، وبعد كده يرجعوا يلعبوا ساوثهامبتون في يونايتد. 3 ماتشات في المتناول. غير كده كمان هم فايقين، وجود برونو فرنانديز غير شكل الفرقه، عوده بوجبا ادت لهم قوه اكتر في نص الملعب، ده غير كمان الصلابه الدفاعيه اللي بقوا فيها. وزي ما قلت لكم انا بفكر اجيب دخيا في البنش بوست لان هم كمان بقى عندهم صلابه دفاعيه. فمانشستر يونايتد اختلفت تماما بعد عوده الدوري عن بدايه الدوري او عن قبل التوقف. كمان بقى المهم جدا ان احنا كنا بنتكلم في الحلقات اللي قبل كده ان نركز مع الاربعه الهجوميين ونسيب المركز الخامس اللي هو كان بيلعب فيه جيمس او جرينوود، لان بيحصل ما بينهم روتيشن. دلوقتي بعد اداء جرينوود في الكاس وبعد ادائه بالاخص في ماتش برايتون اللي فات، ماتش 3-0، وكمان عمل اسيست وجاب جون، فالعين كلها بقت عليه، وحتى مخرج الماتش جاب الكاميرا عليه وعلى جيمس بعديها على طول عشان يوري الناس ان هو بقى تقريبا جرينوود هيركب على جيمس الفتره الجايه. فجرينوود بقى احنا كمان محتاجين نحط عينينا عليه قوي 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 قوي، لان هو رخيص ولو كمل وفضل يلعب ممكن يجيب بوينتس كتير قوي. واخر فرقه هنتكلم عنها في الجود رانز او عندها سلسله ماتشات كويسه هي تشيلسي. تشيلسي يعتبر خلصوا الماتشات الصعبه، ولكن نتيجتهم الاسبوع ده مش مبشره قوي، يعني ان هم اتغلبوا من ويست هام 3-2، ولكن هي برضه بقيه الران بتاعتهم كويسه. فهم هيلعبوا واتفورد في تشيلسي، وبعد كده يطلعوا لكريستال بالاس بره، اللي هو خلاص ضمن القعاد في الدوري ولا ليه ولا عليه، ويعني بقى بايع الماتشات تقريبا دلوقتي. وبعد كده عنده شيفيلد بره. فالرن في المتناول برضو لتشيلسي، تشيلسي اللي بيلعب على الشامبيونز ليج، وكمان ليستر المتذبذب. فتشيلسي وليستر الفرق ما بينهم بقى قليل جدا. مانشستر يونايتد جاي في الطريق، وولفرهامبتون موجود، شيفيلد يونايتد المتذبذب ولكن ممكن يفوق، ارسنال اللي جاي في الطريق ولكن عنده سلسله ماتشات صعبه، فبرضه توتنهام اللي ممكن يخش في الفولد. فتشيلسي عايز يخلص معركه الشامبيونز ليج باسرع وقت ممكن، لان بالاخص مانشستر يونايتد جاي ما شاء الله ما بيوقعوش بوينتس، ماشيين كويس. فتشيلسي عنده اللي يلعب عليه. فكمان اوبشنز بتاع تشيلسي كويسه، بوليزيتش اللي فايق وهنتكلم عليه لوحده قدام. فدي الثلاث فرق اللي انا كنت حابب اتكلم عنها، ان هي عندها جود ران وعندها اللعيبه البريميوم او اللعيبه البادجت او اللعيبه الديفرنشالز او زي ما احنا بنقول الفوارق اللي ممكن تفرق من فرقتك لفرقه حد تاني ويفيدوك في البوينتس. ونروح نتكلم عن البلايرز تو واتش او لعيبه انت تحطهم تحت عينيك او تحاول تحشرهم في فرقتك، لان هم دلوقتي بقوا مهمين جدا وبيلموا بوينتس وبيجيبوا بوينتس كتير. فاول حد هنتكلم عنه هو رياض محرز. رياض محرز اللي مفيش لعيب جايب بوينتس اكتر منه في الفانتسي من بعد رجوع الدوري بعد فيروس كورونا. رياض محرز اللي بقى عامل بوينتس بير جيم الافريج بتاعه 9 نقط من بعد الرجوع من الفيروس او من البريك.
فرياض محرز كمان عنده 5 شوط في البوكس، غير كده عنده 4 اتمتد اسيست. فرياض محرز ارقامه كلها كويسه جدا. هو برده زيه زي فيل فودن، احنا محتاجين نتاكد من ماتش ليفربول، هنشوف هيعمل معاه ايه جوارديولا، هل هيلعبه ولا هيريحه. لو ريحه ماتش ليفربول فده ممكن يكون مؤشر قوي جدا ان هو هيلعب الماتش اللي بعديه على طول. فمحتاجين بس نشوف اخر ماتش عشان نعرف رياض محرز. تاني لعيب من اللعيبه البلايرز تو واتش او اللعيبه اللي احنا نتفرج عليها او دايما نركز معاها هو كريستيان بوليزيتش من تشيلسي، اللي بقول لكم عنده ران سهله جدا. بوليزيتش جايب جونين وعامل 2 اسيست من ساعه عوده الكوره من البريك بتاع الفيروس. غير كده كمان هو عنده 6 شوط في البوكس، وده رقم كويس جدا على لعيب نص الملعب. كمان هو عامل بوينتس بير جيم او معدل النقط بتاعته في الماتشات اللي بعد عوده الكوره 7 بالظبط. فده رقم حلو جدا ان هو كمان في نص الملعب وعلى سعره. فبوليزيتش من اللعيبه الكويسه جدا جدا، وكمان تشيلسي الران بتاعتها حلوه قوي، فممكن تحط عينك على بوليزيتش وتبدا تحاول تحشره في ريتك. اخر لعيب هتكلم عنه بقى في البلاير تو واتش، هو فعلا بلاير تو واتش لان هو الماتش الجاي بتاعه صعب، فانت ممكن تتفرج عليه او تفضل حاطه في دماغك ليه فيما بعد. هو داني انجز اللي هو جايب 18 جون طول السيزون، تاني الهدافين ورا اوباميانج وورا جيمي فاردي. غير كده كمان هو من ساعه العوده الدوري من البريك وهو عامل 8.7 بوينتس بير جيم، او معدل الماتشات اللي لعبها في الفتره دي جايب بوينتس 8.7. فده رقم قوي جدا 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 على حد بيلعب في الفرقه في النص الثاني من الجدول. غير كده كمان هو عنده 8 تصويبات او شوتس ان ذا بوكس، وده رقم حلو جدا. فده بيوريك ان هو جوه البوكس على طول بيتحرك، على طول عينه على الجون. فداني انجز ممكن يكون اوبشن كويس، وهو حتى قصاد الفرق الكبيره برده كان عامل ماتشات كويسه. يمكن اللي من بعد العوده هم لعبوا ارسنال وما كانش موجود خالص في الماتش ده، يمكن الماتش ده هو اكتر ماتش داني انجز اختفى فيه وكانت ارقامه كلها سيئه، ولكن في كل الماتشات الباقيه هو ليه دور قوي. فزي ما بقول لكم هو بلاير تو واتش، ممكن لو حابب تفوت الاسبوع ده، ولكن من الاسبوع اللي بعد كده ما يتفوتش داني انجز خالص. ونروح لاختيار الكابتن. اختيار الكابتن واختار مين يا ديوان؟ عندنا 3 اوبشنز، او طبعا في الاوبشنز كمان بتبقى في الانديه ممكن تتحرك في نفس النادي، ولكن انا عندي ال3 دول هم ممكن يكونوا اهم اوبشنز في الاسبوع 33. رقم 1 هو محمد صلاح، اللي ما فيش لعيب في البريمير ليج او بالنسبه للفانتزي اللي ما فيش لعيب في الفانتزي جايب اجوان اكتر منه على ملعبه. صلاح اللي غير كده كمان هو رقم 1 في التصويبات من داخل البوكس على مدار السيزون، وغير كده كمان هو اكتر واحد في التصويبات على التارجت، وغير كده كمان هو اكتر واحد عنده بيج تشانسز على المرمى في الدوري. فصلاح هو اختيار مهم جدا. واللي بعديه على طول في احراز الاهداف على ملعبه هو ماني ب10. فدي نقطة برضه تحسب بصلاح لو انت بتختار ما بين ليفربول، عايز تكابتن حد من لعيبة ليفربول، لان ليفربول لسه عندهم حاجات كتير بيلعبوا عليها، بيلعبوا على ارقام قياسية كلها، صلاح بيلعب على الهداف. فمحمد صلاح ممكن يكون اوبشن حلو جدا للكابتنة. هيبان برضه في ماتش مانشستر سيتي دوره هيبقى اداؤه عامل ازاي، هل هيلعب الماتش كله، هل كلوب هيريحه، هل يحصل روتيشن، هنشوف. ولكن انا ما اعتقدش ان هيبقى فيه روتيشن، وما اعتقدش ان كلوب هيقعده. فصلاح للجيم ويك 33 هو من اوبشنز الكويسه جدا 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 انك انت تكابتنه. تاني لعيب وهو حاجه ديفرنشال او تكون من الفوارق، مش هتلاقي ناس كتير مكابتناه او مش هتلاقي ناس كتير عندها، هو بوليزيتش. بوليزيتش زي ما احنا قلنا ارقامه عامله ازاي، فبوليزيتش ممكن يكون اوبشن كويس جدا انك انت تكابتنه. تشيلسي هيلعبوا واتفورد بره ملعبهم وحشين جدا، على عكس واتفورد في ملعبهم. من ساعه ما نايجل بيرسون راح واتفورد ونتائجهم على ملعبهم اختلفت تماما، ولكن نتائجهم بره ملعبهم هي ما زالت متذبذبه. فممكن يكون خيار كويس جدا 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 ان بوليزيتش يكون كابتن ديفرنشال، فوارق يفرق معاك جامد لو انت الوحيد اللي جايبه في وسط الميني ليج بتاعك. فبوليزيتش من الاختيارات الكويسه. اخر حد هتكلم عليه في اختيارات الكابتن هو برونو فرنانديز اللي ارقامه كلها من بعد العوده من البريك وهي قويه جدا، او من ساعه ما هو جه الدوري الانجليزي في يناير وهي ارقامه فوق الهايله جدا جدا جدا. برونو فرنانديز هو حاطط 3 اجوان من ساعه العوده، مفيش لعيب في نص الملعب جايب اجوان اكتر منه. غير كده كمان هو تاني لعيب من حيث عدد التصويبات، وهو رقم 1 من حيث التصويبات على المرمى في نص الملعب. ماديسون هو اللي شايط اكتر منه، ولكن هو اكتر لعيب شايط على المرمى من نص الملعب.
فدي ارقام توضح لك قد ايه دور برونو فرنانديز قريب من الجون، وقد ايه تصويباته، وقد ايه هو خطر على الجون. فبرونو فرنانديز يعني ما تعملوش زي الاسبوع اللي فات راشفورد مارسيال وبرونو فرنانديز، لا برونو فرنانديز يا معلم، ويعني وربنا يبارك برونو فرنانديز. وبكده نكون خلصنا الحلقه. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو، ولو انت اول مره تتفرج علينا يا ريت تعمل سبسكرايب للشانل. اشوفكم في الاسابيع اللي هتيجي بسرعه جدا 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 في الفانتزي. اشوفكم الاسبوع الجاي حلقه جديده من الفانتزي.